حمات عروسة المنوفية نقلوها المستشفى بسبب حزنها وقهرتها على ابنها. يعني يا حاجة انت زعلانة قوي على ابنك، وابن غالي عندك، لكن كريمة الغلبانة دي مش بنت ناس يعني، وغالية برضو عند أهلها. هتروحي من ربنا فين؟ كنت تقولي كلمة حق. حتى لو ابنك عمالة تقولي انك بتعملوا لها كل حاجة، وكان بيأكلها كفتة واندومي، وكان بيخاف عليها. طب طالما انتوا ناس كويسين قوي كده، امال هي ماتت من ايه؟ ماتت من الفرحة مثلا؟ انتوا السبب في كل اللي حصل لها، لانك لو كنت ربيتي ابنك كويس انه يعرف ربنا ويكون حنين وفي قلبه رحمة ويقدر مراته ويحترمها، مش يضربها ويهنا. كل اللي حصل نتيجة اللي انت عملتيه واللي لسه هتشوفيه من ربنا على كذبك وظلمك لمرات ابنك وهي عايشة وكمان وهي ميتة. اقسم بالله رغم حزني وقهرتي على كريمة البنت الجميلة البسكوتة، الا ان ربنا رحمها منكم، منك ومن ابنك ومن اهلها اللي ربنا اداهم امانة وما حافظوش عليها. ازاي ام تقبل من البداية ان بنتها تتجوز بدخلة بلدي؟ وازاي تقبل ان بنتها تتضرب وتتهان وترجعها عادي؟ ما اللي بيضرب عادي جدا ممكن يقتل. وبلاش جهل وتخلف، احنا بنجوز بناتنا علشان يعيشوا حياة مستقرة ويتهنوا، مش عشان يتضربوا ويتقتلوا. وقبل ما تبصوا لكلام الناس، بصوا الأول على راحة بنتكم اللي أهم من أي كلام.